بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يرضى عليه اللي فتح، الله يرضى عليه. طيب، وقف بنا الحديث بالأمس عند مبحث يعني من المباحث المكملة والمجملة لتلاوة القرآن الكريم، بحث بعض القدماء من المصنفين كانوا يسميه الوقف على المشدد. الوقف على المشدد، وهو في علم الأصوات الحديث. هناك علم حديث اسمه علم الأصوات يدرس في الجامعات، لا علاقة له بالتجويد، انتبهتوا؟ اسمه علم الأصوات. يتكلمون فيه عن هذا الضبط، النبر الذي سيأتي معنا. فهل في تلاوة القرآن الكريم ضغط على حرف معين؟ ولماذا؟ هل هناك ضغط؟ ولماذا؟ انظروا مثلا لما نقول فإن لم يصبها وابل فطل، فطل هذه لام ساكنة، لن هذه لام مضمومة. كم لام؟ لامان، أليس كذلك؟ طيب، لما نقف إذا قلنا فإن لم يصبها وابل فطل، فطل كم لام؟ واحدة. هل يمكن أن ننطق اللامين اللتين في الوصل؟ ما يمكن. انتبهنا كيف؟ فكان العرب بفطرتهم يضغطون على هذا الحرف الموقوف عليه، يقولون فطل ولا يقولون فطل بوزن بطل، لا يفعلون ذلك، بل يقولون فطل. انتبهتم؟ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مس سي، كم سين؟ سينان. فإذا وقفنا وقلنا من المس، كم سين نطقنا؟ واحدة. وكأنه سقط حرف من التلاوة. انتبهتم؟ فكان العرب بفطرتهم يضغطون على هذا الحرف الموقوف عليه ويقولون من المس، من المس. انتبهتم كيف؟ الياء المشددة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. النبي كم ياء ساكنة ومكسورة، النبي. فإذا وقفنا وقلنا على النبي، ياء واحدة. انتبهت كيف؟ كأنه سقط من التلاوة حرف وهو الياء، إحدى الياءين يعني. فكان العرب بفطرتهم يقفون بالضغط على هذه الياءات فيقولون على النبي، قرشي، مكي، مدني، أضلهم السامري، لما خلقت بيدي، قال هذا صراط علي. كل ياء مشددة لما ينتقلون إليها من الحرف الذي قبلها ينتقلون بضغط. وسماه بعض العلماء منذ أكثر من 1000 عام كمكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية، يسمونه باب الوقف على المشدد. ومشايخنا لما كنا نقرأ عليهم كانوا ينبهوننا على هذه الأشياء إن فرطنا فيها أو قصرنا في ضبطها. تمام؟ يعني لو قرأنا أمام أحد المشايخ وقلنا يصلون على النبي، نبي، هذه صارت ياء مادية، فيقول على النبي، بين التشديد. ما يقولون نبر، ماذا يقولون؟ بين التشديد. كلمة نبر مستعملة في علم الأصوات. انتبهتم؟ نرى على اللوحة
النبر لغة في اللغة العربية إذا قال نبر فلان ما معناها؟ همز. قال في نص عن سيدنا علي بن أبي طالب يقول: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان قريش وليسوا بأصحاب نبر. شو يعني ليسوا بأصحاب همز؟ قريش يقولون يؤمنون المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هكذا قريش تتكلم، فيبدلون الهمزات السواكن. في القبائل الأخرى يهمزون فيقولون المؤمن. انتبهت كيف؟ أيضا قريش، طالما تكلمنا عن قريش أهل فتح لا يميلون، يعني موسى وعيسى أو موسى وعيسى هذا لا تفعله قريش يقولون موسى عيسى. انتبهتوا؟ الإمالة لقبائل أخرى كقبيلة هذيل التي منها سيدنا عبد الله بن مسعود. فمن معاني النبر في اللغة الهمز، وأيضا شدة الصياح. لو واحد رفع صوته شو بيقولوا؟ نبر فلان. انتبهتوا؟ وفي علم الأصوات لاحظوا ما قلت في علم التجويد، قلت في علم الأصوات. وفي علم الأصوات هو الضغط يعني رفع الصوت قليلا على مقطع. المقطع معناها أكثر من حرفين أو ثلاثة، على مقطع أو حرف معين بحيث يكون صوته أعلى بقليل مما جاوره من الحروف. انتبهتم؟ هذا لا تكاد تخلو منه لغة، يعني الضغط على، حتى أكيد بلغتكم باللغة الشيشانية أو اللغة الروسية أو الفرنسية أو الإنجليزية، أو حتى ضمن اللغة العربية اللهجات من منطقة إلى منطقة تختلف الضغط على مقطع. انتبهتوا كيف؟ يعني بجيب لكم مثال من واقع اللهجي العربي. مثلا في بلاد الشام إذا أراد واحد أن ينادي واحد اسمه حسن وهو بعيد يقول يا حسن، أين يضغط؟ على السين. انتبهتوا كيف؟ في مصر لو أراد أن ينادي لحسن يقول يا حسن فيضغط على الحاء. انتبهتوا؟ يا حسن. في الشام يقولون يا حسن يضغطون على فتحة السين. هكذا حتى بالفرنسية. انتبهتوا كيف؟ بالإنجليزية يختلف من منطقة إلى أخرى. وأكيد قطعا بلغتكم لو بحثتم ستجدون أن هناك ضغطا عند حرف من الحروف. هو الضغط على مقطع أو حرف معين بحيث يكون صوته أعلى بقليل، ما كثير، ليس كثير، قليل، أعلى بقليل من ما جاوره من الحروف. نعم. النبر في تلاوة القرآن الكريم. هل هناك نبر في تلاوة القرآن الكريم؟ تريد تجلس هذه الأخت ولا إيش؟ النبر كما نرى على اللوحة بحث قديم جديد. قديم موجود لكن جديد في كتابته وصياغته. انتبهتوا كيف؟ لكن موجود. القراء كانوا يقول افعل كذا، شدد كذا. غالبا التشديد، يعني غالبا يتكلمون عنه عند التشديد. قديم ما معنى قديم جديد؟ قديم في موضوعه، جديد في تسميته وأسلوب عرضه. وقد ذكر هذه عددا من مسائله مكي بن أبي طالب المتوفى 437، يعني من أكثر من 1000 عام، في كتابه الرعاية في باب المشددات وما بعده. وكذلك فعل عدد غيره من أئمة التجويد في مصنفاتهم. وقد تتبعت من المتكلم هذا العبد وقد تتبعت مسائل النبر لسبب لفظي، وسنتكلم عنها بعدين. هذه احفظوا كلمة سبب لفظي، نتكلم عنها بعدين. فيما وقع تحت يدي من تلك المصنفات ومما تلقيته من شيوخ الأجلاء،
فإذا هي 5 مسائل وإليك بيانها في اللوحات التالية. أولا كما نرى عند الوقف على الحرف المشدد، وهو ما حدثتكم عنه منذ قليل. انتبهتوا؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. حي. انتبهتوا؟ ولا نقول من الحي، من الحي، لا، من الحي. وبث فيهما من كل دابة. نريد أن نقف نقول وبث، لأنها في الوصل، وبث في الوصل كم ساء؟ ساءان. فلما نقف كأنه سقط من التلاوة حرف. لكل نبأ شو هي؟ وكل أمر مستقر، قر راءان. فلما نقف مستقر لابد من هذا الضغط، لأن الوقف سيكون على واحد فقط من الحرف المشدد لتعذر نطقهما معا. تعذر، عارفين ما هو التعذر؟ الاستحالة. هناك في النحو يقولون التعذر والثقل. من درس منكم النحو العربي يقولون تعذر ويقولون الثقل. التعذر الاستحالة. مشى، أعرب مشى، تقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره التعذر. يتعذر يعني يستحيل أن تنطق فتحة على ألف. لكن يمشي بيقول لك أصلها يمشي، يمشي لأنه فعل مضارع مرفوع، لكن العرب لا تقول يمشي، يقولون يمشي. فلما يعربون يقولون فعل مضارع مبني على الضم المقدر على آخره منع من ظهوره الثقل، ما يقولون التعذر. هل فرقتم بين التعذر والثقل؟ هذه فائدة نحوية. التعذر الاستحالة، الثقل ممكن لكن ثقيل. تمام، مثل يمشي. انتبهتم؟ نعم. لتعذر نطقهما معا. شو مكتوب هون؟ حالة كونهما ساكنين، هذه حال. لتعذر نطقهما معا حالة كونهما ساكنين، وكأنه سقط من التلاوة حرف فعوض عن ذلك بالانتقال من الحرف قبل الأخير إلى الأخير بضغط معين تضبطه المشافهة. انتبهتوا كيف؟ كما تلفظت بالأمثلة منذ قليل. طيب نتدرب عليها. أقرأ وتقرؤون بعد بصوت واحد. فإن لم يصبها وابل فطل. فإن لم يصبها وابل فطل. من المس. من المس. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. ما نقول القمر، ما نفعل ليه؟ لأنه وانشق القمر كم راء؟ واحدة. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. في ناس قالوا سحر، سي ليست كسرة، هذه إمالة. سحر مستمر. سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. مرة ثانية مد المنفصل. وكذبوا. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. لأنها في الوصل مستقر. انتبهتوا؟ مثل هذه الكلمة.
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. وتحسبهم أيقاظا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. لاحظوا قلنا مزدجر ما قلنا مزدجر، لأنها مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. انتبهتوا؟ نذر ما قلنا النذر، ما فعلنا ذلك. إذن النبر ما هو لعب أو للتسلية، انتبهتوا؟ له وظيفة، وظيفته التعويض عن حرف كان في الوصل موجودا. المواضع الخمسة التي تتبعتها ووجدتها في تلاوة القرآن: أولا عند الوقف على الحرف المشدد نحو الحي وبث مستقر وشرحناها ما هي؟ نعم. ويستثنى من ذلك، ويستثنى من الوقف على الحرف المشدد أولا الوقف على النون والميم المشددتين. يا إخواننا، في اللغة العربية لكن وفي لكن، في لكن وفي إيه؟ لكن إذا وقفنا عليها لكن نون ساكنة، لكن إذا وقفنا عليها وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. انتبهنا كيف؟ ولكن هذه الغنة المطولة تغني عن الضغط، فلا داعي للنبر هنا. واضح؟ ولا جان تمام؟ أيضا ما في داعي للنبر. في اليم فهذه المطة في الغنة بينت أن هذه الميم في الوصل إيه؟ مشددة. واضح؟ لعدم الحاجة إلى النبر فيهما، لأن الغنة المطولة وقفا تشعر السامع بتشديد هذا الحرف وصلا. هذا كلام دقيق جدا، استفيدوا منه. ثانيا الوقف على حرف القلقلة المشدد. انتبهنا؟ لما قلنا فطل وقفنا على لام واحدة، لكن لما بنقول وتب كم باء نطقنا؟ باءين، ما في داعي للنبر. انتبهتوا؟ وتب هذه الباء الأولى، هذه الباء الثانية. قوله الحق كم قاف نطقنا؟ قافين. إذا لماذا النبر؟ لا داعي له. إذن الموضع الثاني المستثنى من الوقف على حرف القلقلة المشدد نحو وتب الحق أشد. تمام؟ لأن كلا الحرفين ظاهر في النطق، فالأول منهما مدغم والثاني مقلقل، فلا حاجة إلى النبر هنا. الموضع الثاني من مواضع النبر في تلاوة القرآن هو عند النطق بالواو والياء المشددتين. انتبهنا؟ القوة كم واو؟ واوان. قو هذه الأولى، وهذه الثانية. الأولى ساكنة مدغمة والثانية مفتوحة. قوة. فلا يصح المط، لا يصح أن نقول القوة قوة، لا يا حبيبي، القوة. انتبهنا؟
القوة. واضح؟ يلا قولوا القوة. القوة. قوامين. قوامين. شرقية. شرقية. ولا نقول شرقية قي هكذا ممطوطة، لا نفعل. سيارة. سيارة. ما معنى سيارة؟ يعني قافلة تسير. قافلة تسير، مو سيارة يعني. واضح؟ حييتم. حييتم. نعم. ثالثا، عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد، لما بيكون عنا مد وبعد هذا المد حرف مشدد، المشدد ينفك إلى كم حرف؟ إلى حرفين، ساكن فمتحرك. الأول اللي هو الساكن لازم يخرج بالقرع اللي سميناه التصادم في أول الكتاب. تتذكروا كيف تخرج الحروف؟ قلنا الساكن يخرج بالقرع، بالتصادم. القرع هذه عبارة ابن سينا، لكن أنا غيرتها سويتها التصادم. لما بتعمل هيك سمعتم الصوت، لكن هيك هل سمعتم شيء؟ فالتلامس لا يعطي صوتا، القرع يعطي صوتا. لو واحد قال الحاقة ما الحاقة، السامع سمع القاف الثانية الحاق. شفتوا هالضغطة هذه؟ الحاق، هذه القاف الأولى. قا هذه الثانية. ولا الضال، هذه اللام الأولى. لو قلنا ولا الضالين، اللام الأولى خرجت هكذا، ما في صوت. انتبهتوا كيف؟ ولا الضالين. ولا الضالين. الحاقة. الحاقة. دابة. دابة. تمام. رابعا، عند الوقف على همزة مسبوقة بحرف مد أو لين. قلنا هذا سابقا ونؤكد عليه الآن. لما بدي أنطق يا إخواننا همزة متطرفة، كيف أخرجها؟ بقفل الوترين الصوتيين. أمر بسيط جدا. من لكن القفل بده يكون يعني من السماء. انتبهتوا كيف؟ ما نقول من السماء، إما ما في همزة أو في همزة ضعيفة. إما ما في همزة أو في همزة ضعيفة. من السماء. من السماء. سوء. سوء. وجيء. وجيء. شيء. شيء. السوء. 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 اقفل الوترين بقوة. السوء. السوء. وضح؟ الحالة الخامسة والأخيرة، عند سقوط ألف التثنية أو واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين إذا التبس نطقه بالمفرد. هذا هو القيد. القيد التباسه بالمفرد. ما معنى الالتباس؟ يعني يشتبه. انتبهتوا؟ هلا إذا قلت ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، السامع يقول وقال الحمد لله، مين اللي قال الحمد لله؟ هل هو داود ولا سليمان؟ هي في الآية وقالا، كلاهما قال هذا الكلام وقالا، لكن ألف التثنية سقطت للتخلص من التقاء الساكنين. فهنا نضغط لنبين بأن المتكلم عنهما شخصان،
ولا نقول وقال الحمد لله، صار كأنه مفرد. انتبهتوا كيف؟ وقال الحمد، شوفوا لل هذا النبر الذي تكلمنا عنه. وقال الحمد لله، وقال الحمد لله. انتبهتوا؟ نفرق بين المفرد والمثنى لأنه يشتبه. لو أنه لا يشتبه لا نفعل ذلك، وسيأتي معنا مثال. المثال الأول الذي أمامكم هو مو مثال، أنا حصرتهم. شوفوا، وذلك في، ما قلت وذلك نحو هذا للتشبيه. أما في معناتها هي هذه المواضع. ذاق الشجرة بسورة الأعراف، ذاقا، مين اللي ذاق؟ آدم وحواء، كلاهما ذاق الشجرة. لكن للتخلص من التقاء الساكنين تسقط الألف فتصير ذاق الشجرة بدون ضغط. ذاق الشجرة، قد يظن السامع أن الذي ذاق الشجرة آدم، لكن الذي ذاق الشجرة كلاهما. فهذا الضغط يفرق بين المفرد ذاق الشجرة، هذا مفرد، أعيد، ذاق الشجرة هذا مفرد، ذاق الشجرة هذا هذا الضغط هذه أشعرت بأنه هما نفران. واستبقا الباب بسورة سيدنا يوسف، استبقا كلاهما، يوسف عليه السلام ومين؟ وهذه المرأة، انتبهتوا؟ امرأة هذا التي هو في بيتها. واستبق الباب، انتبهتوا؟ واستبق لو قلنا واستبق الباب صار كأنه هو الذي استبق الباب. واضح؟ وقال الحمد لله، شرحتها منذ قليل. ونرى وصالح المؤمنين، هذه صالح المؤمنين بسورة التحريم. هذه اختلف فيها المفسرون، منهم من قال فإن الله هو مولاه وجبريل، وصالح المؤمنين صالح واحد وهو أبو بكر الصديق، هكذا قالوا. وفريق آخر قالوا لا، أصلها وصالحو المؤمنين، كل الصالحين من المؤمنين هم مؤيدون لرسول الله، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صالحو المؤمنين، انتبهنا كيف؟ طيب وين الواو؟ قال كتبت على نية الوصل، نية الوصل ما فيها واو، صالح المؤمنين. انتبهتوا كيف؟ نعم. فعلى هذا التقدير أن الصالح ليس واحد والمراد به أبو بكر، بل صالحو أصلها صالحون. انتبهتوا كيف؟ صالحو، فنقول وصالح المؤمنين. انتبهتوا؟ نعم. بخلاف دعوا الله ربهما، هذه بسورة الأعراف. فلما أثقلت دعوا الله، طب الألف هذه دعوا تسقط في الوصل، دعوا الله، طب هل تلتبس بالمفرد؟ ما تلتبس بالمفرد، لأن المفرد بنقول دعا الله. لو كان واحدا لقلنا ماذا؟ دعا الله. طالما أننا نقول دعوا ونأتي بالواو معناها مثنى، في داعي للنبر؟ ما في داعي، يعني ما في داعي أن نقول دعوا الله، ما في داعي. انتبهتوا كيف؟ إذن النبر ما هو لعب ولا تسلية ولا اختراع، له وظيفة معنوية. عرفتوا شو معنوية؟ يعني تبين المعنى. أعيد الأمثلة واقرأوا ورائي بصوت واحد. ذاق الشجرة، ذاق الشجرة، واستبق الباب، واستبق الباب، وقال الحمد لله، وقال الحمد لله، وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين. أما المثال الذي لا نبر فيه، دعوا الله ربهما،
دعوا الله ربهما. واضح؟ هذا هو بس. منذ قليل قلت لكم أيوة لك، وقد تتبعت مسائل النبري لسبب لفظي. هذا السبب اللفظي، عرفتوا السبب اللفظي؟ كأنه سقط من التلاوة حرف. وأيضا المسألة الثانية حتى لا يخرج الحرف المدغم يخرج ممطوط. مر معنا في أول الكتاب عرضت عليكم نصا لابن الجزري قال فليس التجويد بتمضيغ اللسان، وقال ولا بتقطيع الشد أو بتمطيط الشد، مو تقطيع، ولا بتمطيط الشد، إنك تمطه تمط الحرف المشدد. عم يقول ليس التجويد بذلك. انتبهتوا؟ فالمشدد مضغوط. لذلك عندنا وأول مثل وجنس إن سكن أدغم استثنى منها الجزري قوله إيش؟ أب فعل أمر من الإبانة في يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم. هذا لا إدغام فيه. لو أدغمنا لقلنا في يوم ولا يفعله أحد. انتبهتوا؟ قالوا وهم لو أدغمنا لقلنا قالوا وهم. انتبهنا؟ فهناك نبهنا ألا ندغم، وفي المدغم نبهنا ألا نفك الإدغام. ولا بتمطيط الشد. المشدد بده يبقى إيش؟ مشدد. قوة. إياك نعبد، ولا يصح أن نقول إياك نعبد وإياك هكذا ممطوط. انتبهتوا؟ يجب أن يبقى مضغوطا. قوة. هذا هو مبحث النبر. من شي 45 سنة 50 سنة أحد المشايخ الله يرحمه ويسامحه خرج ب3 كلمات فهم غريب عجيب. قال إنه في سورة القصص فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. قال إنه باللهجة المصرية فسقى، لا تقل فسقى لهما، قال فسقى لهما كأن هناك شخصين فسقا من الفسوق. أمنت بحكمة الله. شو جاب الفسوق لهم؟ نحن عم نتكلم عن موسى وامرأتين في مدين قال ما خطبكما قالتا لا نسقي. فسقى لهما، سقى الغنم يعني. شلون فسقى؟ مين هدول اللي فسقى؟ كلام وهم. هذا انتشر. وكلمة ثانية بأن ربك أوحى لها. قال لا تقل أوحى لها، أنه أوحال صار جمع وحل. لا حول ولا قوة إلا بالله. مين جاب سيرة الأوحال؟ أوحى لها. الإنسان خالي الذهن ما بيخطر على باله هذا الفهم الأعوج. والكلمة الثالثة الله يذكرني إياها. لا واحدة ثالثة، 3 كلمات. أيوة فقست، الله يرضى عليك، صح هذه. فقست قلوبهم. أحسنت. يعني فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال لا تقل فقست قلوبهم، قل فقست. يعني هي نغمة مصرية لا علاقة لها بقراءة القرآن لا من قريب ولا من بعيد. ما دخلوا النغمة في تلك البقعة من العالم بتلاوة القرآن؟ إذا أنتم متعودين تقولوا فقست قولوا، لكن لا تلزموا الناس. انتبهتوا؟
وتقول إذا قلتها فقست، هي من القسوة، وإذا قلت فقست وبيعملوا بإيدهم هيك مشان هذا بيسموه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، هذا زخرف القول. شفتوا بيقول لك فقست قلوبهم. شو فقست؟ هل هي بيضة؟ يعني البيضة تفقس ويخرج منها هذا الكتكوت الصغير، بيض الدجاج هذا. فقست قلوبهم. في أحد قلبه بيفقس يا جماعة؟ ما هذا الفهم العجيب الغريب؟ 3 كلمات لا رابع لها، خرج بها أحد المشايخ الله يرحمه ويسامحه. هو ما أراد إلا الخير، لكنه أخطأ خطأ بليغا، وأدخل في أحكام التلاوة شيء لا علاقة له بأحكام التلاوة. وجاء من بعده فزادوا، هنا الطامة، زادوا 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 حتى ألفوا كتبا. أتتصورون أن يؤلف كتاب فقط عن المعاني الفاسدة هذه؟ كتاب مبتدع، وكل بدعة ضلالة. لا تعرف المسلمين هذا الكلام، المسلمون لا يعرفون هذا الكلام ولا يخطر على بالهم. يأتون فيبحثون وينقبون في تلاوة القرآن، ثم يخرجون بمعاني. قال أفلا تعقلون؟ يجب أن تقول أفلا. رجعنا للنغمة هذه اللي قلت لكم عليها. إذا قلت أفلا، قال كأن هناك شخصين أفلا من الأفول، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. حكى لي أحد الإخوة قرأ على واحد من هؤلاء: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. يقول له ذاك واعدنا موسى، يرد يرجع الطالب واعدنا موسى، الأستاذ واعدنا. بعد 3 مرات قال له يا أستاذ والله مالي عرفان وين الغلط، يعني وين الغلط؟ قال له أنت تقول ناموسى، وإذ واعدنا موسى. ناموس، عرفتوا الناموس؟ شو اسمه باللغة الشيشانية؟ تشوك، تشرك، وكل ايوه تشرك، نهى الله عن التشرك. ناموسى، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أظن إبليس ما حتخطر بباله هذه، يعني لو فكر إبليس ما حتطلع معه هالكلمة. ناموسى، ناموسة مين؟ شو نحن شو جاب البعوض إلى هذا؟ وعدنا موسى 40 ليلة. المسلم السوي، المسلم السوي اللي نفسه سوية يخطر بباله هذا الكلام؟ مستحيل، مستحيل. هل لك سلف في هذا؟ هل لك سلف؟ هذا العلم مبني على النقل المحض، والقرآن نزل قبل 1450 سنة. هل لك سلف في هذا الكلام؟ عرفتوا الفرق بين النبر اللفظي والنبر المعنوي؟ هم بيسموه النبر المعنوي. وفي أناس سبحان الله العظيم يحبون الإغراب. الإغراب بوزن إفعال، يعني الإتيان بالغرائب. إذا وجد مسألة غريبة كأنه حصل على كنز، انتبهتوا؟ ويبدأ ينشرها وكأنه يقول الذي عندي ليس عند أحد. فعلا الذي عندك ليس عند أحد، صحيح صحيح، الذي عندك ليس عند أحد، لأن هذا لا أصل له ولا نقل له، وما تعبدنا الله بذلك، ولا ذكره أحد من الأئمة ولا غير الأئمة. أمر عمره 40-45 سنة ليس أكثر. قد تجدون في بعض البلدان كتب يا جماعة، كتاب مؤلف بهالشغلات هي، أفلا ومدري مين ومدري مين. وحتى بلغني، بل رأيت واحد عامل أكاديمية، وجدت على مو أنا ما بدور، لكن بيحكوا لي، أنا ما عندي وقت لهالتفاهات هذه، لكن أرسل لي أحدهم قال لي شوف عاملين أكاديمية اسمها أكاديمية النبر. العمل الواحد بيعمل أكاديمية ليعلم كتاب الله مو للنبر، يعني تركوا التجويد كله وعملوا أكاديمية للنبر. هل هذا عمل يتقرب به إلى الله؟
هل هذا عمل يراد به وجه الله؟ لا والله، لا والله، وإنما القصد منه الانفراد والضحك على البسطاء، لأن هذه الأكاديميات ليست لله تعالى، هذه أكاديميات بإيه؟ باشتراك وبفلوس. كيف أجذب المسلمين طيبي القلوب الذين يحبون القرآن ويحبون أن يتعلموا؟ آتيهم بغرائب المسائل وأوهمهم بأن الذي عندي ليس عند أحد. فأنا نبهتكم الذي هو من أحكام التلاوة، وتلقينا عن مشايخ هذه المسائل الخمسة ولا سادس، كلها تدور حول بيان المشدد وعدم مط المشدد بس، وعدم الالتباس بين المفرد وغيره في قال الحمد لله. لها وظيفة وبدونها تلتبس المعاني، أما تلك وهم من الأوهام. انتبهتوا؟ هذا الذي سميناه لسبب لفظي، بينما ذاك شو اسمه؟ معنوي. كلمات قرآنية لها وضع خاص على رواية حفص. نرى على اللوحة حكم الصاد في ويبسط وأخواتها، حكم ألف لام ميم الله في أول آل عمران، حكم تأمنا في سورة يوسف، حكم فما آتاني في سورة النمل، حكم ضعف وضعفا في سورة الروم. هذه كلمات خاصة في مواضع مخصوصة في القرآن العظيم، لها وضع خاص على رواية حفص. أولها كما ذكرت حكم الصاد في إيه؟ في والله يقبض ويبسط وأخواتها. عندنا أيها الإخوة في القرآن العظيم 4 كلمات، كلمتان لهما علاقة بفعل بسط نشر يعني، وفعل ثاني سيطر يعني تحكم، سيطر يسيطر. لكن بعض القبائل العربية بسبب مجاورة السين للطاء يفخمون السين، فبدل من أن يقولوا بسط يقولون بسط، فيفخمون الصاد، يفخمون السين قصدي، فتتحول إلى صاد. عندنا كلمتان في القرآن العظيم من فعل بسط هذا، قال تعالى في البقرة والله يقبض ويبسط، وقال في الأعراف وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا. هاتان الكلمتان مشتقتان من فعل إيه؟ بسط، أصله بالسين، أصله بإيه؟ بالسين. ومن العرب بعض القبائل ماذا يفعلون؟ ينطقونه صادا، ليه؟ لمجاورة الطاء. انتبهنا؟ طيب، كيف كتبت هاتان الكلمتان؟ كتبتا بالصاد بين يدي رسول الله بأبي وأمي، الكتبة الأولى. فمن كيف رويت إلينا شفاها؟ رويت إلينا بالسين وبالصاد. من قرأ بالصاد فقد راعى خط المصحف وراعى القبائل التي تنطقها بالصاد، يساعده خط المصحف والقبائل. ومن قرأها بالسين قرأها على الأصل. عرفتوا كيف؟ فإذا هاتان الكلمتان بعض القراء رووهما بالسين، وبعض القراء رووهما بالصاد، وبعض القراء رووهما بالوجهين. صاحبنا حفص رواهما بالسين، لذلك لو فتحت المصحف الآن ستجد والله يقبض ويبسط قد كتبت بالصاد، وتحت الصاد سين صغيرة. تحت الصاد ماذا يوجد؟
استغفر الله، مو تحت، فوق. فوق الصاد سين صغيرة. ما معناها؟ معناها اقرأها بالسين. هكذا اصطلح العلماء. إذا وضعنا حرفا صغيرا فوق حرف كبير فمعناها اترك الحرف الكبير واقرأ بحسب الحرف الصغير. انتبهنا كيف؟ قولوا ورائي: والله يقبض ويبسط. والله يقبض ويبسط. سنعيدها بالصاد: والله يقبض ويبسط. والله يقبض ويبسط. وزادكم في الخلق بسطة. وزادكم في الخلق بسطة. وزادكم في الخلق بسطة. وزادكم في الخلق بسطة. ما قلناه عن فعل بسط يقال عن فعل سيطر. سيطر يسيطر بالسين. لكن من العرب من يقول سيطر يسيطر. وعلى لهجتهم كتبت في القرآن العظيم بين يدي رسول الله بأبي وأمي كلمتان. الكلمة الأولى أم هم المسيطرون في سورة الطور، ولست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية. لست عليهم بمسيطر من السيطرة، أم هم المسيطرون أيضا من السيطرة، كتبت بالصاد. ما قلته عن يبسط يقال هنا. من قرأها بالصاد فقد راعى خط المصحف والقبائل التي تنطقها بالصاد، ومن قرأها بالسين راعى الأصل اللغوي إيش؟ بالسين. انتبهتوا؟ حفص صاحبنا موضع الطور قرأه بالوجهين، لذلك لو فتحت المصحف تجد أم هم المسيطرون تحت الصاد سين صغيرة، ليس فوقها، تحتها. إشارة إلى أنه لك أن تقرأها بإيه؟ بالوجهين. سأقرأ واقرأوا بعدي. أم هم المسيطرون. أم هم المسيطرون. أم هم المسيطرون. أم هم المسيطرون. تمام؟ أما موضع الغاشية فقد كتب بالصاد وحفص يقرأه بالصاد. افتحوا المصحف الآن تجدونه مكتوبا بالصاد ولا يوجد سين صغيرة لا فوقها ولا تحتها. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. هذا هو المبحث. نرى على اللوحة حكم الصاد في ويبسط وأخواتها. في اللغة العربية فعلان: بسط وسيطر. لاحظوا أنهما بالسين أيها الإخوة. ومن العرب من يفخم السين من هذين الفعلين. ليه؟ لمجاورتها الطاء المستعلية المطبقة، فيقول بسط سيطر. وعلى لهجة هذه القبائل كتبت في المصحف الشريف 4 كلمات بالصاد، وقد رواها بعض القراء بالسين على الأصل، وبعضهم بالصاد اتباعا لرسم المصحف وموافقة للهجة تلك القبائل. ومذهب حفص عن عاصم من طريق الشاطبية كما يلي: قوله تعالى ويبسط في البقرة، وقوله بسط في الأعراف. روى حفص هاتين الكلمتين بالسين فقط، لذلك السين الصغيرة أين تجدونها؟ فوق. قوله تعالى أم هم المسيطرون في الطور تقرأ بالصاد وبالسين، ولكن النطق بالصاد أشهر. انظروا: المسيطرون، والسين الموجودة تحت. أما في الغاشية قوله تعالى بمسيطر في الغاشية تقرأ بالصاد فقط، فلا نجد فيها سينا صغيرة لا فوق ولا تحت. صعبة؟ في حدا بيعرف موضع أو كلمة أخرى في القرآن كذلك؟ كلمة أخرى في القرآن كذلك في حدا بيعرف؟ في حدا؟ موسى وينه؟ موسى ارفع ايدك يا موسى. ألست من المشتغلين بالقراءة 10؟
هل تعرف كلمة غير هذه الكلمات؟ غيرها، غير الصراط، غير شو قصدي، هذه بسطة وسيطرة. مين عم يقول؟ ارفع ايدك. الله يرضى عليك. انت شو اسمك؟ ابو بكر. وانا اسمي ابو بكر، انا عندي ولد اسمه بكر. انت تشتغل بالقراءات شيء؟ ايه نعم. في الفاتحة اهدنا الصراط، هي اهدنا الصراط، من سرط الطعام. سرط الطعام يعني ابتلعه. انتبهتوا كيف؟ لأن بعد ما تبلع اللقمة أين تمشي؟ في المري. المري شو شكله؟ مستقيم. اهدنا الصراط، فبيقولوا سرط الطعام بالسين، لكن بعض العرب يفخمونها بيقولون سرط، وعليه جاءت كلمة ايه؟ اهدنا الصراط. فمن يقرأ اهدنا الصراط بالسين أقرأها على الأصل، ومن قرأها بالصاد موافقة لخط المصحف. انتبهتوا كيف؟ أحسنت، بارك الله فيك. طيب، مر معنا المد اللازم بأنواعه. اللازم كم نوع له؟ 4 أنواع: كلمي وحرفي، والكلمي مخفف ومثقل، والحرفي مخفف ومثقل، لكن كلهم يمدون كم حركة؟ 6 حركات. واضح؟ طيب، ألف لام ميم. الميم هذه نمدها 6 حركات. ليه؟ لأنه ميم، هذه الميم الأخيرة ساكنة، أليس كذلك؟ طيب، عندنا في آل عمران لو وصلنا ألف لام ميم مع ما بعدها، بعد منها لفظ الجلالة، وأوله لام ساكنة والميم ساكنة، فيلتقي إيه؟ ساكنان، فنحرك الأول بالفتح ميمة. أظن مرت معنا امبارح، امبارح مرت معنا. طيب، فكروا معي، لما نقول ميمة كنا نمد 6 حركات من أجل ميم، الآن ما عاد في ميم، صار في ميمة. هل يزول المد الطويل بزوال سببه وهو السكون، أم يبقى ولو زال سببه؟ وجهتا نظر. هذا بيسموه العلماء الاعتداد بالأصل أو الاعتداد بالعارض. العارض هو الأمر الذي عرض، طرأ، لم يكن ثم كان، وهو تحرك الميم. انتبهتوا؟ فيصح أن نقول ميم الله، ويصح أن نقول ميم الله، أن نجعله حركتين بس. نرى على اللوحة عند وصل ألف لام ميم الله يلتقي حرفان ساكنان، أولهما الميم الأخيرة من هجاء ميم، وثانيهما اللام الأولى من لفظ الجلالة. هكذا ألف لام ميم، هذا الساكنان، شايفين الساكنين؟ الميم واللام. فمنعا لالتقاء الساكنين تحرك الميم بالفتح فتصبح ألف لام ميمة. شفتوا الفتحة؟ شفتوا الفتحة يا جماعة؟ ميم الله. طيب، فحينئذ يجوز في الباء في الايش هي في الياء المادية قبل الميم وجهان: الأول مدها 6 حركات مدا لازما على عدم الاعتداد بإيه؟ بالحركة العارضة، والثاني قصرها بمقدار حركتين لزوال السبب الموجب للمد. أنه مد؟ المد الطويل يعني. انتبهتوا؟ سأقرأها 6 حركات وتقرؤونها خلفي 6 حركات، ثم نعيدها حركتين. النعسان يصحى، املأوا صدوركم بالهواء قبل القراءة. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. ألف لام ميم الله لا إله
عين. مع بعض مرة ثانية سأقرأ لوحدي ثم تقرؤون. أنتوا عرفتوا ليش هيك واحد طالع واحد نازل؟ لأني ما عم بعملكم إشارات. بدي اشتغل شو بسموه هذا تبع له اسم مايسترو. مايسترو وينه ياسر؟ مو مايسترو بيقولوا له؟ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. ضروري المايسترو. سنعيدها الآن حركتين. سنعيدها حركتين لوحدي. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه لها وضع. طبعا هذا إخواننا عند الوصل. ضروري أنا أصل؟ لا، مو ضروري. لماذا تصل؟ ريح نفسك وريحنا. وشو بتقول؟ ألف لام ميم، وتسكت وتتنفس، وتشرب قهوة إذا بدك كمان. بعدين بتقول إيه؟ الله لا إله إلا هو. لكن إن وصلت لك وجهان، إما هذا أو هذا. ليس لا تأتي بالوجهين، بس واحد بكفي. إن أتيت بالطول فعلك صحيح، وإن أتيت بالقصر فعلك صحيح. حكم تأمنا. أيوة، هذه كلمة فريدة في القرآن الكريم. فريدة، عرفتوا شو يعني فريدة؟ يعني ما في غيرها. عندنا بدي أحكي شوية نحو. عندنا في اللغة العربية أيها الإخوة لا الناهية ولا النافية. الناهية تنهى وتجزم الفعل المضارع. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا. لا تقم، وأصلها تقوم. انتبهتوا كيف؟ وقال ربنا جل جلاله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد، هذه ايش؟ نافية، لا تفعل شيء بالمضارع، يبقى المضارع مرفوع. وضح؟ أخوة يوسف قالوا لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تأمننا. لا هذه نافية مو ناهية، تنفي. لماذا أنت يعني تخاف على يوسف منا وكأن أعداء؟ نحن إخوته، نحن إخوته لسنا أعداءه. أنت تخاف على يوسف مننا. ما لك لا تأمننا على يوسف. انتبهتوا كيف؟ طيب، هذه الكلمة كتبت في الخط أمام رسول الله بأبي وأمي بسن واحدة. بسن واحدة. انظروا، بعد الميم ماذا يوجد؟ أتكلم عن الخط، لا أتكلم عن الضبط. أرأيتم السن؟ لم تكتب تأمنون سنين، كتبت سن واحدة. هذا من حيث الخط. من حيث الرواية الشفهية، القراء العشرة ما عدا أبو جعفر، يعني 9 قراء من 10 رووها لنا إما بالروم أو بالإشمام. ما هو الروم وما هو الإشمام؟ بدك تركز، ما في مجال، لا تنم. الروم هو خفض الصوت مع سرعة.
خفض الصوت مع سرعة. عرفتوا كيف؟ ما لك لا تأمننا على يوسف. إذا أنا أنطق نونين، لكن النون الأولى أسرع عندها وأخفض صوتي. أقول ما لك لا تأمننا على يوسف. هذه كيفية. شو اسمها؟ الروم. الكيفية الثانية اسمها الإشمام. الإشمام سندغم النون الأولى في الثانية، سندغم وننطق نون مشددة، ولما تكون النون مشددة تحتاج إلى إيه؟ إلى غنة أكمل ما تكون. لكن مع النون الأولى التي كانت مضمومة سأضم شفتي طالما أنا أنطق النون الممطوطة هذه. ما لك لا تأمنا على يوسف. ما لك لا تأمنا على يوسف. وضح؟ حدا فهم شيء؟ في؟ إيه الحمد لله نعمة. سأعيدها بالروم وبالإشمام. قولوا ورائي بصوت واحد. سننطق نونين، لكن النون الأولى سنسرع قليلا. وشو نعمل؟ ونخفض الصوت. ما لك لا تأمننا على يوسف. ما لك لا تأمننا على يوسف. كم نون؟ لكن الأولى سريعة وصوتها منخفض. الآن الإشمام سننطق نون مشددة ونزم الشفتين إلى الأمام طالما النون ممطوطة، فإذا وصلنا إلى نا انتهى الموضوع. ما لك لا تأمنا على يوسف. ما لك لا تأمنا على يوسف. تأمن. شايفين؟ يلا. ما لك لا تأمنا على يوسف. ما لك لا تأمنا على يوسف. نرى اللوحة. وذلك في قوله تعالى ما لك لا تأمنا على يوسف. أصلها تأمننا. شو أصلها؟ بنونينها، وهي فعل مضارع مرفوع. قلت مرفوع حتى تعلموا بأن لا نافية وليست ناهية. أو هي شو رقمها؟ 2 ولا 1؟ 2. استثقل توالي 3 أحرف غنة متحركة. هذه العبارة من عندي أنا، ما قرأتها في كتاب ولا وجدت أحد من الأئمة، يعني هم يرونها ويذكرون حكمها. طب ليه؟ ما أحد يقول ليه. عرفتوا كيف؟ فرحت أنا شو عملت؟ جبت هذا التعليل من عندي نفسي. شو قلنا؟ استثقل 3 أحرف غنة متحركة، لأنه ما نو نا. ما هذه فيها غنة، نو فيها غنة، نا فيها غنة، وكلها متحركة. مانونا. طب قولوا ورائي مانونا. مانونا. فادعيت أنا أنه إيه؟ أنه 3 أحرف غنة متتالية متحركة ثقيلة، فسكن الأوسط للتخلص من هذا الإيه؟ توالي المتحركات، اسمه توالي. فقلنا تأمنا، هذا في الإشمام. وفي الروم تأمننا، هذا سريع. هكذا أنا كنت أشرحها سنين طوال، ولعلي أذكر شيئا. والله متردد أحكي ولا ما أحكي. شو يا شيخ آدم؟ أحكي ولا ما أحكي؟ هل أتكلم؟
وتخلص من ذلك الثقل بإيه؟ بإحدى طريقتين. الأولى الروم، وذلك بإبقاء ضمة النون الأولى، إبقاء الضمة وخفض صوتها قليلا مع إيه؟ مع سرعة بالنسبة لما جاورها من الحروف. الثاني وذلك بتسكين النون الأولى وإدغامها في الثانية مع ضم الشفتين من غير صوت بعيد البدء بنطق النون المدغمة. يعني لا نقول انظروا، لا نقول تأمن، بل نقول تأمن ثم نضم. هذا البعيد، عرفتوا شو البعيد؟ يعني بعده مباشرة. تأمنا تأمنا، ولا نقول تأمنا. وضح؟ بعيد البدء بنطق النون المدغمة ومقارنا للغنة المطولة، الغنة اللي هي النون الأولى. واضح؟ فائدة: يضع علماء الضبط دائرة مطموسة الوسط أو شكل المعين، هذا اسمه معين، قبل النون من كلمة تأمنا، قبل النون للدلالة على الإشمام فيها هكذا. هذه علامة إيه؟ الإشمام. أما الروم ليست هكذا علامته. أن الروم علامته نون صغيرة عليها ضمة. لماذا ما ذكرناها؟ لأنه عادة في المصاحف لا يضعونها، عادة في المصاحف يضعون علامة الإشمام، لكن الروم صحيح ومقروء به تأمننا. لو أردنا أن نضبط كذلك نضع نون صغيرة خارج الكلمة، يعني بين الميم والمطة، المطة هذه التي بعد الميم نضع نون صغيرة عليها ضمة. وين موجودة؟ حلو 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 جميل. هذا ضبط الروم. شوفوا هذا هو ضبط الروم. شفتوا يا اخواننا؟ هل رأيتموه؟ تأمنون، شفتوا النون الصغيرة عليها ضمة؟ حكم فما آتاني. في سورة النمل أيها الإخوة قال سليمان عليه السلام لما جاء إليه وفد من قبل بلقيس من اليمن. بلقيس هي إنسانة عاقلة جدا، عاقلة. أرسل إليها سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هل هذا الرجل صادق ولا عاملها حيلة يريد مالا يريد؟ فأرسلت له هدايا، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. سيدنا سليمان نبي ورسول ومأمور أن يبلغ دين الله. فلما جاء سليمان، يعني فلما جاء الرسل سليمان، سليمان مفعول به والفاعل محذوف تقديره الرسل. الرسل يعني الوفد. قال أتمدونني بمال؟ هل أنا دعوتكم إلى الله من أجل تبعتوا لي مال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فتهديد وعيد. فرجعوا وقالوا لها، فعلمت أنه صادق وخافت على بلدها من الدمار، فجاءت إليه. فلما رأت أشياء مبهرة قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الذي يهمنا من القصة كلمة فما آتاني. فما آتاني الله خير مما آتاكم. كتبت هذه الكلمة في المصحف الشريف هكذا: ألف طويلة سن نون بس.
والقراء منهم من يقرأها آتاني الله، ومنهم من يقرأها آتاني الله، ومنهم من يقف آتان، ومنهم من يقف آتاني. كل الاحتمالات مروية. يهمنا من الموضوع حفص رحمه الله في الوصل رواها بياء مفتوحة، فما آتاني. لذلك علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا زادوا هذه الياء المردودة إلى الخلف وعليها فتحة، فما آتاني الله في الوصل. فإذا وقف اضطرارا أو اختبارا لا يتعمد. ليش لا يتعمد؟ لأنه ما هو بوقف، لا هو تام ولا كافي ولا شيء. لو اضطر أو سئل كيف تقف على كذا، حفص رحمه الله رواها نقلها لنا بالحذف والإثبات، فما آتان أو فما آتاني. انتبهتوا كيف؟ نعم. أقرأ واقرأوا خلفي بصوت واحد. فما آتاني الله، فما آتان، فما آتاني. نرى على اللوحة قرأ حفص قوله تعالى فما آتاني الله في سورة النمل بياء مفتوحة في آخره وصلا. شفتوا كلمة وصلا؟ شو هي؟ وله في الوقف وجهان: إثبات الياء ساكنة فما آتاني، والثاني شو هو؟ حذفها والوقف على النون بالسكون أو بالروم. السكون آتان كما فعلنا، والروم هو خفض الصوت كما ذكرنا منذ قليل. فما آتاني، هذا اسمه روم، سيأتي معنا إن شاء الله نتوسع فيه. الكلمة الأخيرة حكم ضعف وضعفا في سورة الروم. نرى على اللوحة هي الآية الكريمة: الله الذي خلقكم من ضعف، هي ضعف، ثم جعل من بعد ضعفين، هي ضعفين قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. كم مرة جاء؟ مرتين مجرورة ومرة منصوبة. انتبهتوا؟ هذه المواضع الثلاثة رواها لنا حفص بفتح الضاد وبضمها. انتبهنا كيف؟ نرى روى حفص كلمتي ضعف وضعفا في الروم، الآية رقم 54، بفتح الضاد وضمها هكذا: الله الذي خلقكم من ضعف أو ضعف. طبعا في المصحف لا يضعون ضبطين، يضعون الفتح ويذكرون الضم في آخر المصحف. ثم جعل من بعد ضعف، وبصح ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وبصح ضعفا وشيبة. واضح؟ وقد ضبطت هاتان الكلمتان في المصحف الشريف بالفتح، وأشير إلى وجه الضم في التنبيهات آخره، يعني آخر المصحف. قولوا ورائي بصوت واحد: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. نعيدها بالضم:
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هذه هي المسألة. والمبحث القادم غدا إن شاء الله هو الشطر الثاني للتجويد كما يذكر في الكتب عن سيدنا علي، ولم أجده في حديث موصول السند، لم أجده، وإنما هو خبر مبتور بتر في بعض كتب التجويد أن سيدنا علي رضي الله عنه سئل عن ورتل القرآن ترتيلا، فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فتجويد الحروف تكلمنا عنه، بقي إيه؟ معرفة الوقوف. كما قال إمامنا الجزري: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف تعلمناها والصفات تعلمناها ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. فسنتكلم عن الوقف والابتداء وهو أمر أساسي. قال إمامنا الجزري: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، لا بد من معرفة الوقوف فقال لا بد. انتبهتوا؟ فحتى لا نقسم الموضوع نبدأ به غدا، وكونوا صحيانين غدا، تأتون هكذا نشيطين إن شاء الله تعالى. وهذا الباب مفتوح، إذا وجدته مغلقا غدا سأعود بقلقلة الدال يعني. بارك الله فيك.